كان واحد الراجل ساكن بوحده في دار قديمة وسط الحي القديم. الدار كانت كبيرة وبنينة، ولكن من تسمعوا ناس الحي يقولوا عليها مهجورة وفيها شي أرواح عايشة فيها. الراجل ما كانش دا يدير باله، وكانت يقول هادو غير خرافات. ليلة من الليالي كان جالس قدام التلفاز، وفجأة سمع شي صوت غريب جاء من الطابق اللي الفوق. هز راسه وكمل تفرش، ولكن الصوت رجع أقوى بحال شي باب تيتسد وتيتحل بوحده. الراجل خاف، ولكن قرر يطلع يشوف. طلع للطابق الفوق ولقى الباب ديال واحد البيت مفتوح، فدخل يشوف. كان البيت فارغ، ولكن في وسط الظلام شاف ظل تيتحرك. جمد في بلاصته وتلف وتيبغي يصيح، ولكن الصوت دياله ما خرجش. فجأة بانوا ليه عيون تلمعوا وسط الظلام، والشي ضحكة مخيفة سمعها. هرب كجري، وبقى بلا ما يبات في الدار ديك الليلة. فالصباح رجع يلقى الباب ديال البيت مقفول من برا، والناس قالوا ليه إنهم شافوا شي مرأة غريبة كتشوف من الشرقم ديال الطابق الفوقي ديال داره.